نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة جايين كده بفيديو كده خفيف وظريف. وزي ما احنا شايفين كده، أول حاجة بدأتها مع بعض ما كانش في كزبرة في البيت أو خلصت يعني، فقلنا نعمل كزبرة تانية. عملت ايه؟ جبت هنا كزبرة وحطيتها في حلة وعلى النار وهديت النار، وهبتدي بقى اللي انا اقلب فيها لغايه ما تتحمص كده وتشم ريحه الكزبره معانا. اول ما تشم الريحه كده تطفي عليها على طول، وبعد كده تضربيها في المطحنه بتاعه الخلاط. تمام. نيجي هنا بقى، كان في سبانخ وكانت ماما حماتي يعني نظفتها وكده، فهنبتدي بقى اللي احنا ايه، نغسلها دلوقتي. على فكرة الأول كنا بنغسل السبانخ بعد ما تكون بتتقطع وكده، كنا ننقعها ونفضل بقى نشيل من البولة أو البلاستيكية نحطها في مصفى ونرجع نغسلها تاني. بس لقينا الطريقة دي أسهل بكتير عن ما إنك تغسليها وهي متقطعة. طبعا الخضرة بتاعتنا شبت وكزبرة، ونغسل بقى الخضرة بعد ما غسلناها كذا مرة. شايفين المية عاملة ازاي؟ فلة. هنقعها بقى 5 دقايق بس في الخل، اي خضرة تجيبيها نقعها بس في شوية خل. تمام. وبعد كده صفيناها وحطيناها كده في البولة لغاية ما تصفي، لغاية بقى ما نروح نجيب ايه اولادنا بقى من المدرسة ونيجي. اول ما نيجي هنقطعها على طول مع بعض. هنا بقى كنا رحنا ورجعنا الحمد لله بالسلامة. هنبتدي بقى اللي احنا ايه، نمسك بقى زي ما قلت لكم، بتاخد السبانخ بتاخد ربطة بقى كزبرة وشبت. تمام كده. تقطعيها بقى زي ما انت عايز، احنا هنا بنقطعها صغير بالشكل ده. تمام اهو، قطعها كلها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. التقطيعة اللي انت عايزاها تقطعيها بيها. تمام. تقطعيها على ايدك، تقطعيها على خشبة، زي برضو ايه ما تحبي. مش السبانخ مش هنحتاج اللي احنا يبقى عندنا فراخ او يبقى عندنا لحمة عشان خاطر نعمل سبانخ. لا، مش شرط خالص 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 يا جماعة انك تعمليها بالشوربة. بالشوربة. تمام. احنا هنعملها دلوقتي بالطريقة العادية خالص وبسيطة، ومن غير اي لحوم خالص. خلاص. نقطع بقى السبانخ. جبت هنا ايه معايا؟ هنا بصلاية كده متقطعة زي ما احنا شايفين كده، ومعايا عارفين انتوا حتتين كده من الدهنة كده، وكمان مقطعة قرن فلفل حامي و3 فصوص كده من التوم مقطعينه. نسيب البصلاية كده لغاية ما تدبل. وكمان كان معايا عندنا هنا ايه حبة رز كده ايه من بتوع المحشي زايدين معانا في التلاجة. وكان هنا في فلفل، فقلنا برضو ايه نعمله جنب السبانخ. حشينا بقى الفلفل وجبت مية سخنة دوبت فيهم شوية مكعب مرقة، ونزلت بقى ايه عليهم بالفلفل. نزود بقى المية بتاعتنا ونهز هزة بسيطة كده للحلة ونغطي عليها. جبت هنا كمان ربع معلقة من السمنة ونغطي بقى على المحشي بتاعنا ده، نسيبه لغاية ايه ما يستوي. نرجع بقى للبصلاية بتاعتنا. البصلاية دي اول ما تدبل كده خالص، نزلت بقى الاول كده بمكعب من المرقة عشان خاطر يسيح معانا على طول مع البصلة، عشان لما انزل عليها بالسبانخ يبقى مكعب المرقة ساح ويمتص بقى ايه السبانخ اللي احنا هنحطها. شايفين بقى السبانخ بتاعتنا تقطع صغير زي ما قلت لكم التقطيع اللي تحبيه. ومعايا هنا جبت 3 حبايات كبار من الطماطم، بس بشرتهم ما قطعتهمش ولا اي حاجه، بشرناهم على المبشره عادي خالص. تمام. حطيناهم كده على السبانخ وهنقلبهم في بعض. طبعا السبانخ بتستوي على طول ما بتاخدش وقت. حطينا برضو التوابل، حطيت فلفل اسمر وحطيت كزبره ناشفه من اللي احنا كنا لسه عاملينهم دلوقتي. عايزه اقول لكم ريحتها كانت خطيره. وظبطنا بقى الملح بتاعنا. هنحط بقى نغطي بقى على السبانخ بتاعتنا، النار تبقى نار هاديه خالص
عشان خاطر شايفين انا والله ما حطيت لهاش ولا نقطة مية خالص، هي السبانخ نزلت المية بتاعتها وزي ما احنا شايفينها كده. عايزه اقول لكم ما خدتش معايا وقت. وشايفين عايزه اقول لكم طبعا السبانخ بتخس في الحله. تمام. هنا بقى لقيتها الحله بقى هتبقى كبيره شويه عليها، فانا قلتها في حله تانية. السبانخ طفينا عليها والمحشي طفينا عليه. هنعمل كمان حاجه حلوه، هنعمل مع بعض البطاطا. جبنا بقى البطاطا، حطيناها في اي حله عندك، وتحطيها وتحط عليها كوباية سكر، ربع كوباية سكر، ما تحطش سكر خالص، براحتك. السكر ده حسب رغبتك انت. وهنحطها كده ونولع عليها لغاية ما تستوي. تمام. معايا هنا كمان ليمون، كانت ماما حماتي بيها ايه، ربنا يخليها لنا يا رب. كان في كده ليمون في التلاجة، فقالت ايه بدل ما يبوظوا، قامت بقى جابتهم وغسلتهم بقى ايه، وادتهم سلة. سلقتهم ازاي، حطتهم في حل على النار، واول ما المية جاتها تغلي كده عليهم او نملت كده عليهم، طفت على طول عليهم المية. فاحنا هنيجي ايه هنا نخليهم. معايا هنا ليمون زي ما احنا شايفين اصفر وجميل، قسمته نصين، وجبت هنا قرنين فلفل في احمر واخضر حامي طبعا، وحطيت عليهم مية سليق الليمون. اوعى ترمي مية السليق بتاعت الليمون. زودناهم كده على الفلفل وضربناهم اهو شايفين. هنسيب بقى كده للاخر، ونيجي هنا نشوف الخلطة بتاعت ليمون. معايا هنا عصفر هتجيبيه من عند العطار. تمام. بس العصفر بتاع هنا ما بنجيبوش من عند العطار، بيجيلنا من البلد. هنطحنه كويس عشان طبعا الرطوبة بتبقى مخليه العصفر مش ناشف، بيبقى طري. فحطيه في التلاجة عشان ينشف معاك. اول ما بنطلعه بنحطه كده في الهون، وبفضل اهرسه كده بالايد بتاعت الهون لغاية ما يبقى ناعم معايا خالص. خلاص كده. معايا هنا حبة البركة برضو، هنزل بحوالي شوية يعني قد معلقتين كبار كده من حبة البركة. كمان هي معانا شطة حمرا، مش حابة تحط برضو الشطة الحمرا دي تقدر تستغنى عنها. طبعا ملحك تظبطي ملحك كويس على حسب برضو ايه رغبتك يعني. هنا انا حطيت معلقة كبيرة بس مليانة مليانة على الاخر يعني. تمام. ونقلب بقى الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. يبقى عصفر، حبة البركة، شطة حمرا، وكمان تظبطي الملح بتاعي. دي البرطمان اللي احنا نخلي فيه. هنمسك بقى الليمونة ونكبسها كويس جدا من الخلطة الجميلة دي. عايزة اقول لكم والله الليمون ده اخد بس يومين او 3 ايام بالكتير والله، واكلنا منه كان طعمه زي العسل. تمام. خلاص خلصنا بقى. هنعمل ايه، نجيب بقى الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها وهفضيهم كده على الليمون. طبعا لو انت مش حابة الليمون يبقى مشطشط معاكي، ما تكتريش الشطة قوي، او ما تستغنى عنها خالص براحتك. زودناه بمية السليق، ما حطيتش مية من الحنفية والكلام ده، هي مية السليق بتاعت الليمون اللي احنا بنزود بيها. هاجي بقى هنا على الوش واحط بقى هنا ايه الزيت على الوش بتاع الليمون. نغطي بقى كويس، ونفضل بقى ايه نميل في البرطمان فوق وتحت ويمين وشمال، عشان خاطر كله ياخد من طعم واحد، والزيت كمان ينزل لتحت في الليمون. والبطاطا بتاعتنا برضو كانت استوت وخلاص، بقت 10/10. نطفي عليها وتعالوا بقى نطبخ الرز. حابة تاكلي رز بشعرية جنب السبانخ، حابة تاكلي بالعيش اللي طبعا تحبي. عايزة لكم كمان كنت هنا حمرت بقى شوية بتنجان بفلفل، وهنعمله بقى الدقة الجميلة بتاعتنا. دقيت هنا في الهون فصين توم وقرن فلفل وشوية ملح وكزبرة، ودقناهم في الهون بتاعنا. هنحط بقى عليه ايه الخل، وكمان هنحصر عليه ليمونتين كده حلوين عشان خاطر ايه نتبل البتنجان بتاعنا. عايزه اقول لكم اكله جميله جدا جدا، ولا تحتار في غدا ولا اي حاجه، ومن غير لحوم ومن غير اي حاجه جنبي، صدقيني هتبقى جميله جدا. حطينا بقى شويه ملح وشويه كزبره ناشفه، وكمان مننساش اهم حاجه الكمون بتاعنا. نمسك بقى البتنجان
ونتبله كويس بقى ايه بالخلطة الجميلة دي. طبعا محمرتش معاكم البتنجان والفلفل لان كلنا شطار وبنعرف نحمر البتنجان والفلفل بتاع. خلاص خلصنا الاكل بتاعنا وشايفين البطاطا بتاعتنا. عايزه اقول لكم زبده 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 وطعمها مسكر وجميل لان حطينا عليها ايه سكر. تمام كده. ودي السبانخ بتاعتنا شايفين شكلها عامل ازاي، كانت تحفه. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، انا نسيت احط فيها لسان عصفور بس اوعوا تقولوا لحد. تمام. إيه بس والله كان طعمها برضو خفيف وجميله ومفيهاش اي مشكله. ده كان الغدا بتاع النهارده، يا رب يكون عجبك الفيديو. ما تنسيش بقى تحط لايك وتشترك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. خلاص معانا الفيديو يقول صلى على الرسول ومع السلامه.